الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب طلاب سنه اولى اعدادي، ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده يا اولاد مراجعه على اختبار شهر فبراير. كتاب الاضواء منزل كذا نموذج ان شاء الله نحلهم مع بعض وهنشرح فيهم الوحده الاولى. ان شاء الله يبقى فيديو حلو ومراجعه حلو. يلا نبدا على طول. بسم الله. بيقولك كل مما ياتي من الفلزات ما عدا الليثيوم، احنا خدناه الترم الاول اللي هو فلز وبيقع في المجموعه 1A. النحاس فلز، الفضه فلز، لكن الكربون لا فلز. طيب عند غمس شريط دوار الشمس في محلول ولم يتغير لون المحلول، فإن المحلول ده يكون طبعا يا أولاد متعادل، لأن الأحماض بتحمر شريط دوار الشمس والقلويات بتزرق شريط دوار الشمس، إنما المتعادل ما بيغيرش اللون. قارن بين حمض الكبريتيك وحمض الهيدروبروميك من حيث نوع الحمض. الكبريتيك يا أولاد اللي هو رمزه H2SO4، ماشي. الهيدروبروميك اللي هو HBr. ايه الفرق بين الحمض ده والحمض ده يا اولاد؟ ان الحمض ده ناتج من اتحاد الهيدروجين مع مجموعة ذرية سالبة، انما ده ناتج من اتحاد الهيدروجين مع لا فلز. يبقى ده ناتج من اتحاد الهيدروجين مع اللا فلز، انما ده ناتج من اتحاد الهيدروجين مع مجموعة ذرية سالبة. ماشي يا اولاد. طيب النحاس والبروم من حيث الحالة الفيزيائية ونوع العنصر. النحاس فلز، وكل الفلزات مواد صلبة ما عدا الزئبق، يعني ده مادة صلبة. طيب البروم بقى لا فلز. طيب نوعه ايه يا ولاد؟ نوعه سائل. كل اللا فلزات اما صلبة او غازية ما عدا البروم. اذكر اسباب عملية اعادة تدوير بعض الفلزات كالنحاس والالومنيوم والحديد. اول حاجة يا ولاد احنا بنعمل لهم اعادة تدوير لصعوبة استخلاصهم من خاماتهم من باطن الارض، من خاماتهم من باطن الارض. اولا يا اولاد ان هم وجودهم قليل، ثانيا عمليه استخلاصهم مكلفه جدا، فاحنا بدل ما نرميهم بنعمل لهم اعاده تدوير لتقليل التكلفه، التكلفه بدلا من استخراجهم من الارض. ماشي يا اولاد. طيب بيقولك اكمل العبارات الاتيه. يعتبر مركب NaOH من أمثلة أي مركب آخره OH يا أولاد، يبقى ده مادة قلوية، يبقى ده من أمثلة القلويات. بينما HCl2 أول حاجة أولها H يبقى ده من أمثلة الأحماض. كل حاجة أولها H من أمثلة الأحماض ما عدا ال H2O بس. طيب الرقم الهيدروجين هو مقياس مدرج من 0 إلى 14. طيب اذكر اهمية سبيكة البرونز. سبيكة البرونز يا اولاد بتستخدم، طبعا البرونز ده سبيكة مكونة من النحاس والقصدير. النحاس بنسبة 95% والقصدير 5%. طب بتستخدم في ايه؟ قالكوا بتستخدم في صناعة الحلي والتماثيل والميداليات. طيب حمض اللاكتيك وظيفته ايه؟ احنا اخدنا يا اولاد ان حمض اللاكتيك هو حمض بيتراكم جوه العضلات بتاعه الانسان. وظيفته ايه يا اولاد؟ امداد العضله بالطاقه عند نقص الاكسجين، الاكسجين. بس يا اولاد ليه اثر سلبي، اللي هو دايما بيسبب حاجه اسمها التعب العضلي او الشد العضلي. ما المقصود بالمجموعه الذريه؟ المجموعه الذريه يا اولاد هي عبارة عن أيون. أيون يتكون من اتحاد عدة عناصر أو عدة ذرات مع بعض، عدة ذرات مختلفة مع بعضها. أخدنا إن في منها أحادي وفي منها ثنائي وفي منها ثلاثي. في منها أحادي مثلا زي ال OH اللي هي الهيدروكسيد، زي ثنائي زي مثلا الCO3 كربونات، ثلاثي زي الBO4 اللي هي الفوسفات. ماشي. طيب ندخل على النموذج الثاني. يمكن معالجة التربة الحامضية بإضافة مواد ايه؟ طبعا يا ولاد لو التربة حامضية ده ما ينفعش يتزرع فيها نباتات، فاحنا بنحط عليها مادة قاعدية. ليه بقى؟ عشان اي مادة قاعدية تتحط على اي مادة حمضية الاتنين يا اولاد يخفوا اثر بعض او يعملوا حاجة اسمها تعادل. يعني ايه يا اولاد؟ يعني بيتفاعلوا مع بعض يدوا ملح ومية، والملح انتوا عارفين اللي هو ملوش تأثير الهواء والمية، مواد متعادلة. طب بيقولك يمكن معالجة التربة الحامضية بإضافة مواد قاعدية إليها زي ايه يا اولاد؟ زي مادة هيدروكسيد الكالسيوم.
هيدروكسيد الايه الكالسيوم اللي هو رمزه CaOH باي 2. طيب تتكون سبيكة البرونز من النحاس بنسبة 95% والقصدير بنسبة 5%. ماذا يحدث عند زيادة عدد إلكترونات التكافؤ في مستوى الطاقة الأخير للفلزات بالنسبة لقوة الرابطة الفلزية؟ احنا قلنا الرابطة الفلزية هي رابطة بتنشأ بين أيونات الفلز الموجبة وسحابة إلكترونات التكافؤ المحيطة بها اللي بتبقى إشارتها سالبة. طيب ايه اللي يزود قوة الرابطة؟ إن عدد الإلكترونات تبقى كتير. طيب لما الرابطة دي تزيد يا ولاد يحصل ايه؟ الفلز يبقى صلب جدا. ثانيا درجة انصهاره مرتفعة جدا. يعني لما يقولك ماذا يحدث عند زيادة عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير، تقولي لي والله تزداد قوة الرابطة الفلزية. تزداد قوة الرابطة الفلزية، ده رقم 1. وتزداد صلابة الفلز، ده رقم 2. وترتفع درجة انصهار الفلز. وترتفع درجة انصهاره. طيب احتراق الكبريت في الهواء الجوي وإذابة المادة الناتجة في الماء. الكبريت ده يا ولاد لا فلز. لو حرقناه في الهواء الجوي يعني فعلناه مع غاز الأكسجين هيكون لنا أكسيد لا فلزي، والأكاسيد اللا فلزي أكاسيد حامضية. يعني بالظبط كأنك جبت الإس فعلته مع الأو2 ادالك SO2. ماشي. هنقول في البداية هنا يا ولاد يتكون عندنا ثاني أكسيد الكبريت اللي هو SO2 وهو أكسيد يا ولاد حامضي. طيب هما مسمينه أكسيد حامضي ليه؟ قالك عشان والله لو جبته ودوبته في قلب المية هيديك أحماض اللي هو H2SO3 أو H2SO4. ماشي. وإذابة المادة الناتجة في الماء هنقول هنا يا ولاد وعند إذابتها في الماء يتكون محلول حامضي عشان هما كده مسميينه أكسيد حامضي. طيب اكتب الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد المغنيسيوم. المغنيسيوم رمزه Mg والتكافؤ بتاعه ثنائي، نكتب تكافؤ تحتيه. الهيدروكسيد OH والتكافؤ بتاعه أحادي. نعمل مقص بعد كده يا ولاد ونكتب الرمز Mg كتب جنبيه 1 والواحد ما بيتكتبش، والOH عشان مجموعة ذرية سالبة هنكتب جنبها 2، ما ينفعش نكتب الاتنين كده، نحط المجموعة بين قوسين ونكتب الاتنين. طيب صح ولا غلط؟ تتفاعل اللافلزات مع الأكسجين مكونة أكاسيد حامضية. طبعا اللافلزات يا ولاد لسه قايلها دلوقتي لما تتفاعل مع الأكسجين بتكون فعلا أكاسيد حامضية. عبارة صح. يمكن استخدام بعض النباتات للحصول على أصباغ لاستخدامها كأدلة، برضو صح. احنا بنستخرج معظم الأدلة من بعض النباتات زي الكرنب الأحمر. علل. يلزم أن تبلل شرائط الأدلة بالماء عند اختبار حامضية أو قاعدية الغازات. وقال لك الغازات يعني لو عندي غاز وعايز اعرف الغاز ده حمضي ولا قاعدي بقرب له ورقه دوار الشمس، بس لازم ابلها في الميه. ليه بقى؟ ليذوب الغاز في الماء. ليذوب الغاز في الماء. ما هو الغاز ملوش تاثير على الورقه اللي اذا بقى في صوره سائله، فاحنا بنبللها في الميه عشان الغاز يذوب في الماء وبالتالي يكون له القدره على تغيير لون ورقه دوار الشمس. يكون له القدره على تغيير لون الكاشف. لون الكاشف. طيب يستخدم الجرافيت في صناعة العمود الجاف. الجرافيت يا اولاد اللي هو الكربون اللي هو رمزه سي، وده يعتبر من اللافلزات. ده اللافلزي الوحيد اللي بيوصل الكهرباء، عشان كده بيستخدموه في صناعة الأعمدة الجافة. ليه بقى؟ لأنه جيد التوصيل للكهرباء. طيب قارن بين محلول هيدروكسيد الصوديوم ومحلول هيدروكسيد الأمونيوم من حيث التوصيل الكهربائي. الأمونيوم ده يا ولاد ضعيف، يعني هيدروكسيد الصوديوم رمزه NaOH. طب والأمونيوم NH4OH. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ دي مادة قلوية ودي مادة قلوية، بس المادة القلوية دي مادة قلوية قوية، هو ذاكرها في الكتاب اللي هي قوية فعلا، ودي مادة قلوية ضعيفة. فدي توصيلها للكهرباء يا ولاد جيدة التوصيل للكهرباء، انما ده هي ولاد رديئة التوصيل للكهرباء. رديئة التوصيل للكهرباء. طيب يلا ندخل على النموذج الثالث. بيقولك مواد تذوب في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبة. طبعا دي يا ولاد القلويات. طب لو قال لنا الاتش الموجبة يبقى الاحماض. مواد يتغير لونها في الوسط الحامضي عن الوسط القاعدي، دي يا ولاد الكواشف، زي كشف دوار الشمس كده وزي كشف يونيفرسال.
علل يستخدم لبن المغنيسيا علاجا مؤقتا لحموضة المعدة. احنا عارفين المعدة فيها حمض اسمه حمض ال HCl، ولبن المغنيسيا رمزه MgOH/2. ليه بنستخدم ده عشان نعالج بيه ده؟ قالك لان يا اولاد لبن المغنيسيا بيتفاعل مع الحمض اللي في المعدة وبيعطي ملح وماء، وده بيقلل من حموضة المعدة. ماشي، هنقول لأنه يتفاعل مع حمض المعدة ويعطي ملح وماء، وهذا يقلل من حموضة المعدة. طيب بيقولك الألمنيوم Al13 أكثر صلابة وأعلى درجة انصهار من الصوديوم Na11. طبعا هو مش عاطيك الرقم هنا من فراغ عشان توزع. 13 2 8 3. طب وال11 2 8 1. مين اللي عنده إلكترونات أكتر في المستوى الأخير؟ طبعا الألمنيوم أكتر من الصوديوم. ماشي، فبالتالي يا اولاد ما دام الالكترونات زادت ده يزود قوه الرابطه الفلزيه، والرابطه الفلزيه لما تبقى قويه العنصر تبقى درجه صلابته ودرجه انصهاره اعلى. ماشي، اقول هنا اهو لزياده عدد الالكترونات التكافؤ في الالمنيوم اكثر من الصوديوم، اكثر من الصوديوم، مما يؤدي لزيادة قوة الرابطة الفلزية، زيادة قوة الرابطة الفلزية. ماشي، وبالتالي ارتفاع درجة انصهار الألمنيوم أكتر من الصوديوم. طب بيقولك اذكر أهمية دليل يونيفرسال. دليل يونيفرسال يا أولاد هو دليل يستخدم للتفرقة بين الأحماض والقلويات، ومش بس كده، بين الأحماض وبعضها من حيث القوة والضعف، والقلويات وبعضها من حيث برضو القوة والضعف، أو هنا من حيث درجة القوة. هل ده حمض قوي ولا حمض ضعيف، وهل ده قلوي قوي ولا قلوي ضعيف. تعد الروابط التساهمية مسؤولة عن درجة صلابة الفلزات. لسه قايلها لكم فوق يا اولاد، دي الرابطة الفلزية، كل ما زادت القوة كل ما العنصر كان أصلب. عنصر البروم لا فلزي يستخدم في صناعة الأعمدة الجافة. طبعا لا، ده عنصر الجرافيت أو عنصر الكربون. اذكر أسماء المركبات الآتية. اتش يا اولاد يبقى ده حمض. ماشي، طيب واي ده اللي هو عنصر اليود. اليود ده يا اولاد بما ان هو عنصر لا فلز مرتبط مع الهيدروجين، قالك عند ارتباط اللا فلز مع الهيدروجين لما نيجي نسمي الحمض ده لازم نكتب كلمة هيدرو، وبعد كده نقول اسم اللا فلز بقى، ده اليود يبقى اليوديد. ماشي يا اولاد. طيب دي NH4OH. ال OH ده يا ولاد اللي هي مادة الهيدروكسيد، يبقى ده هنبدأ باسم الهيدروكسيد. وال NH4 اللي هو الأمونيوم يبقى اسمه هيدروكسيد الأمونيوم. طب بيقولك ماذا يحدث عند زيادة كمية اللاكتيك في العضلات؟ والله يا ولاد ده يؤدي إلى حدوث الشد العضلي، الى حدوث الشد العضلي. ان شاء الله ما تكبروا وتاخدوها ان حمض اللاكتيك بيخلي الخيوط البروتينيه اللي جوه العضله يحصل لها كرامب، يعني انقباض، ما عادتش تنبسط بعد كده. طيب يلا على النموذج الرابع. الصيغه الكيميائيه للحمض الذي تفرزه المعده لهضم الطعام. المعده بتفرز حمض الهيدروكلوريك. طب رمز الهيدروكلوريك هيدرو لانه لا فلز، وكلوريك لانه جاي من عنصر الكلور اللي هو ال HCl. أي من العناصر التالية يمتلك درجة انصهار أعلى؟ نعرف منين؟ نوزع العناصر كلها ونشوف مين أكتر واحد عنده إلكترونات في المستوى الأخير. 11 2 8 1. ألمنيوم 13 2 8 3. مغنيسيوم 12 2 8 2. اس 16 2 8 6. هتقولي يا مس، طبعا هيقولوا يا مس ده آخره 6، يبقى ده اقوى واحد من حيث درجة الانصهار، لان درجة الانصهار بتعلى لما الرابطة الفلزية بتكون اقوى، والرابطة الفلزية بتبقى اقوى لما عدد الالكترونات يبقى كتير. بس هو قايل لك هنا رابطة فلزية. يعني ايه رابطة فلزية؟ يعني رابطة في الفلزات بس. طب هو اللي اخره 6 ده يا مس فلز ولا لا فلز؟ طبعا يا اولاد لا فلز.
لان اللافلزات اخرها 5 و6 و7، يعني ده مستبعد معانا خالص، ده لا فلز اصلا، مفيش عنده رابطه فلزيه. يفضل لنا الثلاثه دول. طبعا اكتر واحد هو الالومنيوم، يبقى ده اقوى واحد عنده درجه انصهار. اذكر مثال واحد لمجموعه ذريه موجبه الشحنه. مفيش عندنا مجموعه ذريه موجبه الشحنه غير مجموعه ال NH4 اللي هي بنسميها مجموعه الامونيوم. نبات يتغير لون أزهاره تبعا لحامضية أو قاعدية التربة، أخدت اللي هو نبات الكوبية. طب كيف تميز عمليا بين غاز الأكسجين وغاز الكلور باستخدام شريط دوار الشمس؟ أولا يا أولاد في كلتا الحالتين لازم نبلل شرائط دوار الشمس عشان دول غازات، والغازات لازم يدوبوا أول عشان يغيروا اللون. بعد ما نبللهم هنقربهم للأكسجين ونقربهم للكلور. الأكسجين من الغازات التي ليس لها تأثير على ورقتي عباد الشمس، يعني هتسيب الحمر بلونها وهتسيب الزرقاء بلونها، هتسيبها زرقاء زي ما هي والحمر زي ما هي. إنما الكلور بقى يا ولاد بيزيل لون ورقتي دوار الشمس. يعني ايه بيزيلهم؟ يعني بيخليهم الاتنين لونهم أبيض، بيزيل اللون الأحمر واللون الأزرق. طيب بيقولك أكمل. تبدأ الصيغة الجزيئية للأحماض بكتيون طبعا الهيدروجين، أي حمض بيبدأ بالإتش الموجب، بينما تنتهي الصيغة الجزيئية للقلويات بأنيون الOH السالب. توجد الفلزات في حالتين الصلبة، كل الفلزات صلبة ما عدا الزئبق ده الوحيد اللي سائل، لكن مفيش فلزات غازية. اكتب الصيغة الكيميائية لحمض الفوسفوريك. حمض يعني أوله اتش، وفوسفوريك يعني جاي من مجموعة الفوسفات اللي هي يا أولاد BO4. مجموعة الBO4 مجموعة ثلاثية والهيدروجين على طول أحادي. نبدل التكافؤات، الH هياخد 3 والBO4 هياخد 1، فيبقى الرمز النهائي H3BO4. طيب هيدروكسيد الصوديوم، الصوديوم Na والهيدروكسيد OH، ده أحادي وده أحادي يروحوا قصاد بعض، يبقى الرمز النهائي NaOH. ما المقصود بالسبائك يا ولاد؟ السبائك هي عبارة عن خليط مكون من مصهور معدنين أو أكثر. ماشي، هي خليط مكون من مصهور لمعدنين أو أكثر. ماشي. طيب مثال يا ولاد زي سبيكة البرونز، ما عندناش في المنهج اللي هي بتتكون من 95% نحاس و5% يا ولاد قصدير. طيب النموذج الخامس بيقولك عناصر هشة يحتوي مستوى طاقتها الأخيرة على أكثر من 4 إلكترونات. طبعا دي يا ولاد هي اللافلزات، احنا عارفين ده من الترم الأول. مستوى الأخير أكتر من 4 يبقى لافلزات. الكاتيون الذي يوجد في جميع المركبات الحمضية. الكاتيون يعني شق موجب، والشق الموجب اللي موجود في جميع المركبات الحمضية هو الهيدروجين البوزيتيف أو الهيدروجين. طيب علل خطورة احتراق الفحم والبترول على البيئة. ليه بقى يا أولاد؟ لأن احتراق الفحم والبترول بيؤدي إلى تكون غازات زي أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين، ودي لما بتطلع للغلاف الجوي بتتفاعل مع بخار المية وبتكون أمطار حمضية، والأمطار الحمضية دي بتسقط بعد كده فتؤدي لموت النباتات وتدمير الغابات، موت الأسماك اللي في البحر، إصابة الجهاز التنفسي للإنسان، وتآكل المنشآت. ماشي، هنقول كل ده هنقول كل ده هنقول إنه لأنه عند احتراقها تعطي أكاسيد النيتروجين والكبريت التي عندما تصعد للغلاف الجوي تتفاعل مع بخار الماء وتكون أمطار حمضية. انتوا بقى كملوا. والتي لها تأثيرات سلبية مثل ايه يا ولاد؟ تأثيرات سلبية مثل تدمير الغابات وموت الأسماك أو موت الكائنات البحرية وإصابة الجهاز التنفسي للإنسان وهكذا.
طب يفضل استخدام السبائك في الصناعة عن الفلزات النقية. ليه في الصناعة بيحبوا يستخدموا السبائك؟ أولا لأن هي أصلب من الفلز لوحده، ثانيا لأنها ما بتصديش. ماشي، يعني أقول هنا لأنها أكثر صلابة من الفلز النقي، من الفلز النقي، ولا تصدأ، ما بتصديش. ممكن الفلز النقي يصدي زي الحديد كده. ماذا يحدث عند وضع شرائط دوار الشمس في ماء مقطر؟ ولا اي حاجة هتحصل. الماء المقطر البي اتش بتاعته يا اولاد ب7، والسبعة ده وسط متعادل، والوسط المتعادل ما يأثرش على ورقة دوار الشمس. هنقول ان هو لا يحدث اي تغير للون شرائط دوار الشمس، لان الماء المقطر متعادل التأثير. طب يا مس هو متعادل التأثير ليه؟ عشان البي اتش بتاعته ب7. طب برضو ليه؟ قالك والله لأن أيونات الهيدروجين الموجبة اللي في المية بتساوي أيونات الهيدروكسيد السالبة اللي في المية، مفيش حاجة فيهم أكتر من التانية. طيب استخرج الكلمة أو الرمز غير المناسب ثم اربط بين باقي الكلمات. هنا KOH آخره OH، هنا H2SO3 طبعا ده مادة قلوية، ده مادة حمضية. HCl برضو حمض، ده برضو حمض. يبقى المختلف عندنا هنا هو KOH. طب ايه اللي بربط بين الباقيين يا اولاد؟ ان الباقيين كلهم احماض، بينما KOH ده مادة قلوية. النحاس، الألمنيوم، الكبريت، الحديد. النحاس فلز، الألمنيوم فلز، الحديد فلز، إنما الكبريت لا فلز. يبقى المستبعد هنا يا أولاد هو الكبريت، لأن الباقي من الفلزات. طيب ما المقصود بالرابطة الفلزية؟ الرابطة الفلزية يا أولاد هي رابطة تنشأ بين بين أيون الفلز الموجب، أيون الفلز الموجب، وسحابة إلكترونات التكافؤ السالبة المحيطة به، تكافؤ السالبة المحيطة بها. طبعا ده في الفلزات بس. طب الأدلة الكيميائية هي مواد يتغير لونها في الوسط الحامضي عن الوسط القاعدي، في الوسط الحامضي عن الوسط القاعدي. طيب يتميز أكسيد عنصر إكس بالخواص التالية. قالك أكسيد عنصر يعني في آخره فيه أكسجين، يتفاعل مع الأحماض. مين اللي بيقدر يتفاعل مع الأحماض يا أولاد؟ القلويات. طب لا يتفاعل مع القلويات، ده يثبت لك فعلا اللي هو قلوي. ماشي. طب الأكسيد القلوي هو أكسيد إيه يا أولاد؟ هو أكسيد الفلز. ماشي. يعني أنا عندي دلوقتي ممكن أقول لك مثلا MgO. ماشي يا اولاد، MgO ده اكسيد قاعدي، عشان كده هو بيقدر يتفاعل مع الاحماض. طيب هل العنصر اكس هو الكبريت ام النحاس؟ ما انا قايل لكم ان بيتفاعل مع الاحماض يبقى ماده قلويه، والقلويه هتبقى فلز. الفلز هنا هو النحاس، الفلز هنا هو النحاس. ليه بقى؟ هتقول لان اكاسيد الفلزات هي اكاسيد قاعديه، والتي يمكنها أن تتفاعل مع الأحماض، بينما لا يمكن أن تتفاعل مع القلوات. الحمض ما ينفعش يتحد مع الحمض، والقاعدة ما ينفعش تتحد مع القاعدة، لكن الحمض والقاعدة ممكن يتفاعلوا مع بعض. والتي تتفاعل مع الأحماض. تالي كده خلاص يا أولاد. إن شاء الله أشوفكم بقى في الفيديو الجاي. لايك وشير يا حبايبي، وشير الفيديو كده في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.